السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض هناخد الدرس ال11 اختياراتي. بيقولي اكتب 3 اختيارات لهذا الأسبوع، ثم ارسم صورة تعبر عن المشاعر التي ستشعر بها عندما تقوم بهذه الاختيارات. طبعا أنا طبعا يومي لازم يبدأ بعادات صحية. زي ايه؟ زي الاستيقاظ مبكرا، تناول طعام صحي، شرب الماء على مدار اليوم، النوم مبكرا. انا عندي 4 عادات صحية سنة تالتة، لو انا اتبعتهم كل يوم هيبقى جسمي نشيط وقوي وهبقى مبسوط. زي ايه يا ميس؟ قلنا ايه؟ الحصول على قسط كافي من النوم، تناول طعام صحي، شرب ماء كثير، وممارسة الرياضة. تاني، الحصول على قسط كافي من النوم، شرب ماء كثير، ممارسة الرياضة، وتناول طعام صحي. انا لو تبعت العادات الصحية ال4 دول كل يوم مشاعري هتتحسن وصحتي هتبقى احسن وهبقى سعيد. عكس لو انا عملت ايه عكسهم، لو نمت متاخر او ما بشربتش ميه او ما اكلتش طعام صحي او بقيت انام متاخر واصحى متاخر، كده بقلب الجسم بتاعي، بخليه مكسر يا سنه تالتة وبيحس بالمرض. طيب، هنا بيقول لي ما هي مشاعرك اذا قمت بهذه الاختيارات. طبعا انا لو قمت بالعادات الصحيه دي هبقى حاسس ايه؟ هبقى قوي، نشيط، فرحان. يبقى انا عندي العادات الصحيه بتاعتي 4. اول حاجه تناول طعام صحي، تاني حاجة ممارسة الرياضة، تالت حاجة الحصول على قسط كافي من النوم، رابع حاجة شرب ماء كثير. لازم نتبع العادات الصحية دي سنة تالتة كل يوم علشان يبقى جسمي قوي ونشيط، واقدر ان انا اقوم بالانشطة الاخرى، ويبقى ده بيساعدني على التركيز في المدرسة.